السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواني في الله. في هذه الأيام لا شك أنكم قد شاهدتم ما نشر عن هذا الرجل أو هذا الشاب الذي توفاه الله تبارك وتعالى في يوم الجمعة. هذا الشاب أيها الإخوة الكرام في أناس جهلة يتهمونه بالانتحار، بل البعض منهم يحكم عليه بنار جهنم، يقولون هذا أودى بنفسه إلى التهلكة. طبعا هذه الآية يأخذونها هي على الإنفاق، تحث الناس على الإنفاق في سبيل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الذي لا ينفق في سبيل الله تبارك وتعالى هذا يلقي بنفسه إلى التهلكة، لأن الهلاك الحقيقي هو في الآخرة، ما في هلاك في الدنيا. الهالك الوحيد في الدنيا العاصي لله، الهالك الوحيد في الدنيا الفاجر المغتر المتكبر الملحد الكافر، هذا الذي أودى بنفسه إلى التهلكة. ومع ذلك بعض العلماء قالوا وكذلك الإنسان يتجنب مثل هذا الأمر، يتجنب المخاطر البينة يتجنبها. لكن هذا الرجل خصوصا القعقاع رحمة الله عليه هذا اعتاد على ما في عنده شيء اسمه مخاطر. هذا الرجل عنده كما تقول موهبة، لا يخاف. أنتم شاهدتم كيف يفعل وكيف يصنع. والله الذي لا إله غيره، أنا أرى هذه المقاطع وأشعر بالخوف، أشعر بالفزع خوفا عليه. وكذلك من هذه المناظر كيف يفعل هذا وهذا بيد واحدة ويتشقلب ويتحرك يمنة ويسرا. هذا الرجل إن كان مات غريقا لأنه لم ينوي الانتحار، يعني نشوف في قاعدة إسلامية تبنى عليها جميع الأعمال، وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا كانت نية هذا الرجل هذا الشاب الانتحار، إذن خلاص يحكم عليه بأنه انتحر، والمنتحر هذا يعذبه الله عز وجل بنار جهنم كما ثبت. لكنه لم ينتحر. هذا الرجل طالب للحياة، تعثرت يده فسقط، لم يكن ينوي الانتحار. تمام. ولا الخبراء بعضهم قالوا أن فيه كسور، وكان سباحا ماهرا. يقولون لولا هذه الكسور التي أصابته لاستطاع أن يسبح وينجو. إذن الرجل مات غريق وفي يوم الجمعة. أتعلمون فضائل الذي يموت يوم الجمعة؟ منها أنه ينجو من عذاب القبر، الذي يموت يوم الجمعة. ثم إن هذا القعقاع رحمة الله تعالى عليه مات غريقا. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل أصحابه من هو الشهيد فيهم؟ قالوا الشهيد فينا من يموت في سبيل الله، من يقتل في سبيل الله. معنى الحديث قال إذن شهداء أمتي قليل. ثم بين مما عدد الشهداء من ضمنهم والغريق شهيد، صاحب الهدم شهيد، الذي يموت غرقا سواء بسهيل أو ببحر أو سقط إلى فوهة ماء فيها ماء فغرق وكان سبب موته، حتى في خزان ماء نزل إلى الخزان فما استطاع أن يخرج وكان سبب موته الماء، هذا يعد من الشهداء بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس كلاما عابرا. نحن نحسبه هكذا وحسابه عند الله، لا نزكيه على الله، ولكن أن نتجرأ عليه ونقول هذا رجل في النار أو رجل انتحر وأودى بنفسه إلى المهالك، وأنت يا كيوت يا فاهم يا دارس يا متعلم. ما أحد ينجو يا أخواني في الله. الأيام دول وتتقلب بالناس، فلا يدري الإنسان أن يقع بخطأ مثل ما أخطأ هذا الرجل. هذا الرجل أخطأ، ولكن خطأه أنه يعني استهان بهذا الأمر، لكن أنه طلب الانتحار لا. هذا الرجل شجاع، عنده شجاعة. إنما الرجل بشيئين، بأمرين: بلسانه وبجنانه. إن قال بلسان، وإن صال بجنان. هذا الرجل عنده قلب، عنده جنان قاسي، رجل لا يخاف. وهذه أصبحت عادة له، ليست ولم يبدأ بهذا الأمر البارحة،
سنوات، لذلك ترحموا عليه. وأرجو الله تبارك وتعالى أن يصيب الفردوس الأعلى من الجنة. أرجو الله تبارك وتعالى أن يكون من الشهداء الأحياء عند ربهم يرزق. رحمة الله عليه. انظروا إلى محبة الناس، ما رأيت إنسانا فيه خير إلا وأثنى عليه خيرا. أغلب أصحاب منطقته يثنون عليه خيرا. الناس الذي في من منطقة دمت وما حوله كلهم يثنون عليه خيرا. توني بشخص يسب هذا الرجل أو يتحدث عنه بسوء، وأنتم تعلمون حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما مرت الجنازة الأولى فأثنوا على صاحبها خيرا فقال وجبت، ثم مروا بجنازة أخرى فأثنوا على صاحبها شرا فقال وجبت. فسئل ما الموجبتان فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرت الجنازة الأولى فأثنيتم على صاحبها خيرا فقلت وجبت له الجنة، ومرت الجنازة الثانية فأثنوا على صاحبها شرا فقلت له وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض. انظروا إلى الناس ماذا يقولون عنه. أنتم لماذا يتحدث النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا من علم الغيب علمه الله. فلا تقول لي هذا مطوع وهذا الرجل يتحدث بما لا يعلم، أو هذا الرجل يصنف هذا في الجنة. نحن صنف النبي صلى الله عليه وسلم صنف بهذه العلامات. انظروا إلى سمعته بين الناس، كلهم يحبوه، بل تعدى الأمر إلى العالمية، أصبح الناس يتحدثون عنه. ولا تجد رجل من الصالحين الذين في قلوبهم خير ومحبة ورأفة وقلوبهم رحيمة إلا ويدعون له بالخير. ليس كبعضهم هؤلاء قساة القلوب المساكين الذي يخشى عليهم أن يبتليهم الله سبحانه وتعالى قدر بما ابتلى هذا الرجل وتكون خاتمتهم سيئة ويختم الله عز وجل لهم على معصية. لا تتجرؤوا على الله. فهذا الرجل قد مات حسابه عند ربه تبارك وتعالى، ونحن نسأل الله أن يكون من الشهداء الصالحين الشهداء الأحياء عند ربهم يرزقون الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث. هذا ما نحسبه عند الله تبارك وتعالى في هذا الرجل، والله حسيب. حياكم الله، يا مرحبا وسهلا.